ما حدش يقول لي خبره، وما حد زي يقول لك ايه الخبرات هتفرق، ومش الخبرات ايه اللي هتفرق. ده عبد الله السعيد مش قادر يشيل رجله يا جدعان. ده الجون التاني اللي هو جابه النادي الاهلي، هو لو شال رجله، لو هو واقف على رجله صح ومش يعني، ده يبين بقى العجز وكبر السن والكلام ده، ان هو مش قادر يمطوح رجله عشان يعمل الكرة ثرو باص اللي هي للجزيرة، ولا مش فاكر لألفينا، تتقطع تترد الجون التاني. يعني هو مش قادر يمرجح رجله عشان يعدي الكرة من فوق الراجل، وفي مساحة بين الشناوي وبين المهاجم اللي هي كانت هتروح له، تتقطع تترد الجون التاني. غير كده انت الشوط الاولاني مفروض ان انت بتقول بلعب عشان الخبره، هو وناصر ماهر مفروض ان هم يمسكوا لك كوره تك 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 تك، عشان عندهم الكوره اعلى من لعيبه الاهلي. انت عندك لعيبه الاهلي مروان بيدافع، وعندك ديانج بيدافع، انت الناس اللي هتمسك كوره هو عبد الله وناصر، والاثنين النهارده ما كانوش موجودين. ومعاهم كمان اللي اتظلم ده ناصر، عمرو ناصر ده. ليه انت اللي ظلمته يا كابتن رؤوف، لان لازم في الماتش ده لازم الجزيري، لازم الجزيري باي حال من الاحوال. يا واخد على ماتشات الاهلي بيهدف، راجل خبره، راجل قوي، بيبقى في مساحات ان هو بيقدر ينطلق فيها. ف يعني انا بعيب عليك في الحته دي، يعني الحته دي ان انت كنت لازم تقعد عبد الله السعيد وناصر، عمرو ناصر، كنت هتلاقي فرقه غير الفرقه اللي احنا شفناها خالص.